بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. نزولا عند طلب فضيلة الشيخ أقول الحقيقة شكرا له، لأن هذا الموضوع من المواضيع التي تهمنا جميعا، تهم الأسرة، تهم المجتمع، تهم مؤسسات التربية، تهم جهاز العدالة، تهم الهيئات الأمنية بمختلف أسلاكها، فهي قضية الجميع. لعلي أبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع، حديث متفق عليه، حديث متفق، ألا كلكم راع، وفي رواية كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن فالمسؤولية جماعية. موضوع المخدرات المدمرات التي تستهدف خاصة الشباب. أيها الإخوة الكرام، الشباب أجمل مرحلة في حياة الإنسان. أجمل مرحلة هي مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب راهي هي مرحلة القوة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. كاين الطفولة كاين شيخوخة. المرحلة اللي مليحة كامل هي مرحلة الشباب، فتوة. الطفل كي يكون صغير ضعيف، ما يقدر يدير ما يضر، الإنسان كي يولي كبير البصر راح، القوة البدنية راحت، والقوة العقلية راحت، أيضا يحكم الركن نتاعو حتى يموت إلى أن يأتي أجله. ولكن الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. يمكن أن نشبهها بالشمس. الشمس تشرق في الصباح ضعيفة، في المساء تغرب، قريب تغرب، تضعف حتى تغرب. ولكن متى تكون الشمس في قوتها، في أوج قوتها الحرارية والإضائية، في الضوء، في النور، كي تكون في وسط النهار، فكذلك الإنسان في وسط العمر. ولكن هذه المرحلة، مرحلة الشباب، اللي فيها من خصائصها قوة بدنية، شاب عنده قوة بدنية، من خصائصها قوة عقلية، عنده عقل جديد قوي. كل شيء كاين. مع الأسف هناك طاقات شبانية اتجهت نحو الدمار لا العمار. الشباب إما طاقة عمار أو طاقة دمار، تعمر أو تدمر. إذا كان الشباب خليناهم، كي نقول خليناهم، المسؤولية جماعية، كي الوالدين، كي الجوامع، كي المدارس، كي الناس، كي المربين، إذا خليناهم يدخلوا في نفق الانحراف. إما الخمر اللي هو أم الخبائث، إما المخدرات اللي يسميوها السموم البيضاء. هذه المخدرات التي تهدد الجميع، سلبياتها تعرفونها جميعا، ماشي حاجة مخبية علينا. من سلبياتها تخلي هذاك الشاب بعيد على ربي، بعيد على الجوامع، ضائع مسكين تائه، لا صلاة لا شيء. وهذا في حد ذاته خطر كبير، وراه رايح. وكاين منهم مساكن اللي ماتوا على المعصية، ماتوا على المعصية. مخدرات، خمور، يحكم سيارة، يدير حادث، يدي الحرام في كرشو، يرى هكذاك. هذا أمر محزن للغاية. خسر الدنيا والآخرة. والآخرة هذه هي التي يجب أن نحرص عليها جميعا باش ما تروح لناش. خاطر إذا رحت لنا الدنيا واش ربحنا؟ زيد دمار
للعقول. العقل اللي هو نعمة أعطاها ربي للإنسان من أعظم النعم. يجي واحد بلا دروغ بالمخدرات يولي العقل نتاعو يدمره. زيد دمار للصحة بيولوجية، زيد دمار للمال، تبذير للمال، زيد المخدرات طريق إلى الجريمة. كاين الناس ولاو مجرمين، السرقات، العنف إلى آخره. معنى المخدرات طريق إلى الجريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في النهاية هو خسر الأسرة نتاعو، خسرت المجتمع نتاعو، خسر الوطن، خسر. معنى ضيعنا فرصة الشباب باش يبنيو يوليو يخربوا. ولكن ننتبه يا شباب، استغلوا حياتكم، أجمل مرحلة في حياتكم فيما ينفع وما يضرش، فيما يبني ولا يهدم، فيما يصلح ويصلح ولا يفسد. هذه مسؤولية نتاعكم الفردية، ثم هي مسؤولية جماعية. ولكن هؤلاء الشباب إذا كان عندهم هذا الوعي، يفهموا خطورة المخدرات، يبتعدوا عليها، والذين معهم يساعدونهم، يدعمونهم، يؤطرونهم، كل من موقعه. نبدأ بالأسرة، للجامعة، للمدرسة، للمتوسطات، الثانوية، الجامعة، الإعلام، الهيئات المختلفة. الجميع مسؤول. واسمعني الحديث: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يومها يكون شبابنا إن شاء الله عامل بناء لا هدم، عامل عمار لا معول دمار. كل ذلك يتحقق بجهودكم وجهودنا جميعا، كل في مجاله. ثم نرجو الله لهم الحماية والصون، لأن ربي سبحانه قال: أنتم خدموا برك وقولوا اعملوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع، ربنا يحقق لنا ما لا نستطيع. ناقوس الخطر لا بد أن يدق بشكل كبير وباستمرار، من أجل إنقاذ شبابنا، من أجل استعادة هؤلاء الشباب إلى مجال العمل والبناء والعمار والصلاح. وهكذا يسهم الشباب في بناء الوطن، لأن الوطن أمانة الشهداء، والله غير يضيع إذا كان أكبر طاقة عندنا راحت في هذه المخدرات. طبعا نحن لا نيأس، نقول عندنا شباب ملتزم ما شاء الله، ولكن أنتم أيها الشباب عندكم مسؤولية. لأنه كيجي واحد كبير يهضر واحد اللي عنده 20 سنة يقول المخدرات ماشي مليحة وكذا وكذا، واش يقول؟ يقول: أنت راك كبير، تجاوزك الزمن. شغل النصيحة نتاعك ما عندهاش قيمة. وسمعنا هذا الكلام من الشباب، يقول لك طبعا الناس الكبار يقولوا ماشي مليح المخدرات، ولكن أنت أيها الشاب اللي عنده 20 سنة، ورانا نشوف في هذا المسجد العامر الله يبارك الكثير من الشباب المتدين الملتزم، هاو الهضرة نتاعك قوية، الكلمة نتاعك مؤثرة. تقول انت صغير وانا صغير، انت شاب وانا شاب، خطيك من لا دروغ والمخدرات، تروح للجامع وتعبد ربي وتقرا وتخدم وتدير رياضه وتدير واش حبيت، لانه الشريعه ما تحرمكش من حقوقك كشاب، لا تقيدك، تفتح لك المجال، بل المجالات الفسيحه واسعه، تفتح لك هذه المجالات باش تحقق أشواقك، ولكن في دائرة الحلال. المسؤولية مسؤولية الجميع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يجعلهم جميعا من أعلام الهدى،
وأن يجعله من مصابيح الدجى. اللهم افتح لشبابنا أبواب رحمتك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ألهمهم الثبات وفي أرض الرباط. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.